أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم فيديو استثنائي عن البيتزا اللي حضراتكم شايفينها. هنعمل البيتزا الفوت لونج، وكمان البيتزا الجميلة دي اللي أطرافها محشية. فكرة جديدة وطعمها لذيذ جدا، بتغير شكل البيتزا خالص. شايفين الفوت لونج دي شكلها عامل ازاي؟ بيتزا هشة وطعمها تحفة، هتبهري بيها أي حد هتقدمها له. هنعملها واحدة واحدة مع بعض وهتشوفوا نتيجة خيالية. شايفين شكلها وانا بقص بالمقص؟ هوريكوا شكلها من جوه ازاي، قد ايه خفيفة. تفاجئوا معايا بالجمال. شايفين؟ روعة ما شاء الله. هنعملها مع بعض وهتنجح معاكم ان شاء الله زي ما نجحت معايا. مكوناتها سهلة جدا. شايفين دي؟ هناخد كده قطعة منها كده محشية. الله، ريحتها روعة وطعمها خيالي. شايفين الحشوة؟ هنبدأ مع بعض بأول حاجة معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، كوباية من المية الدافية. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم لمدة 10 دقايق لحد ما الخميرة تبدأ تتفاعل كده. هنبص عليها نلاقيها كده عملت الفقاعات دي، معناها انها اشتغلت. عشان نختبر الخميرة نضيف عليها 8 كوبايات من الدقيق. طبعا الحركة دي مهمة بتاعة الخميرة جدا. لو احنا مطمنين الخميرة بتاعتنا ونستخدمها كل مرة مفيش مشكلة ان احنا نستخدمها على طول، لكن لو بنجرب الخميرة لأول مرة لازم أحسن نختبرها لحسن تبوظ لنا العجنة كلها. هنضيف معلقة كبيرة من الملح ونقلبها كده تقليبة مع الدقيق، وكوبايتين من المية الدافية. وهنبدأ نعجن كده بإيدينا. شايفين الجمال ده كله احنا عاملينه بإيدينا من غير عجان ولا أي حاجة. هنبدأ بقى نعجن لحد ما العجينة تتلم معانا، ونشوف إذا كان محتاجة مية زيادة ولا لأ. شايفين إن عجينة البيتزا سهلة، دقيق بس. أنا هنا هحتاج شوية مية صغيرين ألم بيهم العجينة بس. عجينة البيتزا سهلة جدا، دقيق ومية وملح وخميرة، مفيهاش أي إضافات زيادة. خلاص العجينة اتلمت، ما بنعجنهاش كتير ولا حاجة. هنغطيها ونسيبها لحد ما تتخمر. بعد ما سبتها ساعة هنبص عليها نلاقيها، شايفين، اتخمرت شوية. هنبل ايدينا مية ونعمل الحركة دي، مهمة جدا ان احنا نتني اطراف العجين، نشده كده ونتنيه عشان بتخلي البيتزاية خفيفة جدا ومفرغة كده. وياريت نعمل الحركة دي مرتين 3، بينهم يبقى حوالي نص ساعة. شايفين اتخمرت خلاص التخمر النهائي. شايفين الفراغات من الغطا عاملة ازاي؟ ما شاء الله العجينة تحفة. ادام عملت الحركة دي تبقى العجينة ناجحة 100%. دلوقتي بقى هنرش دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسة الناعم، اهم حاجة عشان البيتزا طبعا بتلزق بسهولة جدا. هننزل عليها العجينة على حسب الحجم اللي هنستخدمه. انا طبعا هعملها كبيرة شوية لاني هحشي الاطراف بتاعتها. هنعملها على شكل كورة كده، ما نضغطش عليها. دلوقتي بقى نبدأ الشغل المهم، نرش عليها رشة دقيق سميد. لو لقيناها بتشد معانا نسيبها شوية وهي بالقوام ده، نسيبها متغطية 10 دقايق على شكل كورة. هتتفرد معانا بسهولة جدا. شايفين طريقة الفرد ازاي؟ بطلع لبره كده. خلاص كده هي تقريبا مش هتلزق معانا لانها شربت
من دقيق سيمولينا. شايفين انا بعمل الحركة دي تخليها تخف معايا. عجينة طرية جدا، وعلى قد ما تبقى طرية كده على قد ما البيتزاية بتطلع ناجحة. نبدأ نفتحها كده شوية. شايفين انا شلت كل دقيق السميد، خلاص مش محتاجاه، مش هتلزق. بفردها على قد ما اقدر وهحطها على ورق زبدة عشان تبقى سهلة عليا انقلها. هنا بقى لحمة متعصجة عادية جدا، انا عاملاها بخلطة الصدوق، يعني بهارات الصدوق. بحط كمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسود وشطة حمراء، وهحشي بقى الاطراف. ممكن نحشيها جبنة، نحشيها صدوق، نحشيها هوت دوج، زي ما نحب. الخلطة دي سهلة جدا، لحمة عصاج سهلة جدا. هنحط معاها جبنة موتزاريلا عشان تمسك الحشوة شوية. هنبدأ بقى ايه، نلف. الحركة دي مهمة جدا، شايفين؟ نلف كده ونلزق. حركة مهمة جدا جدا جدا. نلزقها كده من كل ناحية زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى طعمها لذيذ جدا. وانا هعمل حركة كده هقطعها بالسكينة، شايفين؟ على شكل مستطيلات كده. الحركة دي حلوة، بتخلي شكلها حلو ولذيذ وملفت كده، بتبقى سهلة اللي احنا نقطعها لما نيجي ناكلها. شايفين؟ نلفها اللفة دي، نسلكها كده ونلفها. على قد ما نقدر بالراحة. شايفين؟ انا بحاول ما اضغطش على العجينة عشان ما تهبطش مني. ونلف كده لفة. طبعا الحتة دي بتبقى طعمها لذيذ جدا. لما نخلص لف كل الاجزاء كده. الصلصة دي طبعا عملتها في فيديوهات البيتزا اللي قبل كده، هتلاقوها عندنا في القناة. صلصة سهلة جدا. بحط فص ثوم في زيت زيتون على النار، وبنزل عليهم صلصة الطماطم مع عصير الطماطم، وبحط عليهم ريحان مجفف بس ياخدوا غلوتين وخلاص كده. صلصة سهلة جدا جدا وعملتها كتير في فيديوهات كتير. هنحط جبنة موتزاريلا. شايفين شكل البيتزا حلوة ازاي وجديدة. ونحط هنا من خلطة الصدوق برضو نفس الخلطة اللي انا حاشية بيها الاطراف. انا بحب احط الجبنة تحت الاول، واحط زيتون، واحط فلفل الوان حسب المتواجد عندنا، وهرش رشة كده ايه زيت زيتون على الاطراف دي دهنة كده عشان تلمع معانا. ونخلي بالنا طبعا واحنا بنسحبها وندخلها الفرن. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ بتدخل على درجة حرارة 200 او 210 كده، بتقعد حوالي تلت ساعة وبتبقى جاهزة زي ما حضراتكم شايفين. لو ما احمرتش بنولع عليها الشواية في اخر 5 دقايق. هنعمل بيتزاية الفوت لونج دي جميلة جدا وتبقى خفيفة. هنعمل بقى ايه، نفرد كده على شكل بيضاوي، برضو بنفس الطريقة. بنحط دقيق السميد بس الشكل بيبقى بيضاوي. وهنحط حشوة مختلفة المرة دي عشان نغير كده. شايفين طريقة الفرد؟ اهم حاجة نخفها كده بالطريقة دي، نخبطها كده على ايدينا الاتنين. اول ما نحس خلاص ان هي ما بقتش بتلزق، بنشيل الدقيق السميد كله، ملوش اي لازمة. خلصنا كده. هنحط بقى ايه ورقة الزبدة، اهم حاجة عشان نعرف نحركها. دي بيبقى شكلها لذيذ قوي. هنحط الصلصة بتاعتنا، ندهنها دهنة كده خفيفة، انا مش بحب احط صلصة كتير. ونحط بقى الجبنة الموتزاريلا، اي نوع جبنة بنحبها نحطه. هنا هنحط فراخ عادية خالص محطوطة في زيت زيتون، شرايح فراخ وملح وفلفل، مش حاطة عليها حاجة. وده صوص الريحان، انا عاملاه قبل كده برضو في فيديو البيتزات قبل كده. هحط زيتون اخضر المرة دي. شايفين شكلها بيبقى حلو ازاي وبسيط. وادهن الاطراف كده بتاعتها بزيت الزيتون. هندخلها الفرن. شايفين شكلها تحفة 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 وجديدة وجميلة وريحتها تحفة.
هتعجبكم جدا وتغيير عن البيتزا العادية. هنعمل واحدة كمان بطعم مختلف. نفس الطريقة هنحط بقى ايه الصلصة. هنعملها بقى ايه بنكهة ايه المرة دي. هنحط الجبنة الموتزاريلا الأول، وانا هنا من عشاق البروكلي. انا سلقان البروكلي ده الأول، بيبقى شكلها حلو جدا للناس اللي ما بيحبوش طبعا اللحمة ولا الفراخ فيجيتيريان. هندهن الأطراف كده وندخلها الفرن، وشوفوا الجمال قد ايه شكلها حلو. والله طعمها لذيذ جدا جدا. نحط كده شوية من البيستو كده على الوش، بيدي طعم وشكل حلو قوي يفتح النفس. لو في البيت بقى قالوا لكم يلا ناكل بيتزا بره كده، قول لهم لا، انا هعمل البيتزا المرة دي في البيت وبطريقة تحفة، وفاجئيهم بالانواع الجديدة دي. اكيد اكيد هيحبوها. وغيري كده في البيتزا اللي احنا بنعملها كل مرة، مش لازم نعملها لهم بنفس الطريقة. ان شاء الله هحاول اعمل لكم انواع مختلفة كتير هتعجبكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. الفوت لونج دي جميلة جدا جدا وخفيفة، طعمها لذيذ جدا. طبعا احنا بندفع في البيتزا مبلغ كبير جدا في المطعم، اعملوها في البيت ووفروا كمان، هتضمنوا الحاجات اللي انتوا عاملينها مختارينها بنفسكم، والولاد كمان هينبسطوا بيها جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. شايفين القطمة دي خطيرة 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 خطيرة. شايفين خفيفة قد ايه، ما شاء الله عليها، تحفة وريحتها جميلة جدا بخلطة الصدق. لو حابين تحطوا اي خلطة تانية جربوا كده وقولوا لي رأيكم ايه. شايفين الكراست الأصلي، ما شاء الله عليها، وبالهنا والشفا. أشوفكم في أكلة جديدة، مع السلامة.